والله منظر بحر القلب. باقي فقط حوالي اسبوعين على بدايه كاس العالم، ونص اللعيبه العالميه اللي مشاركين، واللي تعتبر حلم لاي لاعب بالعالم يشارك بهذه البطوله اللي تقام مره واحده فقط كل 4 سنين، عم يتعرضوا للاصابه بسبب الاهمال من الاتحاد الاوروبي وضغط المباريات اللي عم يلعبوها باخر فتره. كل لاعب عم يلعب مرتين ثلاثه بالاسبوع بين دوري ودوري ابطال اوروبا وغير التمرينات اللي عم يتمرنها كل يوم مع فريقه. بالاخر ما بده يكون في اصابات. حتى اخر مباراه قبل كاس العالم حتقام قبل باسبوع من بدايه كاس العالم. يلي شوفوا الارهاق يلي حيتعبوه اللعيبه قبل بدايه كاس العالم. لهلا نص المنتخب الفرنسي مصاب، اما بالنسبه لانجلترا فكل الاظهره الدفاعيه اللي عندهم انصابوا، بين وولكر، تشيلويل، جيمس، ما في عنده هلا حاليا الا ارنولد اللي هلا هو منه مصاب، وما حينصاب ارنولد لانه مقضيها كل الوقت مع سبيد عم يلعب طبعا انجري. بينما منتخب الارجنتيني في عنده كمان شي 5 6 لاعبين كمان مصابين حاليا، وهيدي رساله واضحه من الجمهور الارجنتيني لاي لاعب عرض مثل الاصابه فحتكون حياته بخطر. اما بالنسبه للمنتخب الالماني ايضا اصابات بين فيرنر، رويس، كمان في ايضا ممكن نوير ما يلعب. بالنسبه للمنتخب البرازيلي فبضل ارحم من المنتخبات الباقيه، ما في عندكم غير ريتشاردسون يلي هو حاليا مصاب فقط بالمنتخب البرازيلي. بينما بالنسبه للمنتخب البرتغالي فيا رونالدو طول بالك، خليك قاعد بالاحتياط، لانه سمح الله صار لك شيء انت ولا ليو ميسي ساعتها هون شايفوا هذا طارت رشة كاس العالم.